السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بجد وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض اكلة مش قادرة اقول لكم اقتصادية، لان لو قلت لكم اقتصادية يبقى بكذب عليكم. اولا البطاطس غالية والكوسة غالية واللحمة المفرومة غالية. احنا جبنا نص كيلو لحمة مفرومة وعصجناه. طبعا احنا عارفين التعصيجة، هنفرم البصلة ونحمرها وننزل عليها باللحمة المفرومة وملح وفلفل. معايا البهارات بتاعتي كمون وفلفل وملح وشطة ومكعب مرقه وورق لورا، ومعايا حته بصله صغننه وجنبها فصين توم وفلفل متقطع حتت، ومعايا عصير الطماطم، معايا الكوسه والبطاطس مقوراهم وعاينه التقوير بتاعه غسلاه ومصفياه، وهننزل بيه في قلب الصينيه بتاعتنا كده. بعد كده هنزل عليه بالثوم، وهننزل عليه بالبصله والفلفل المتقطع، وبعد كده هننزل ببهاراتنا كلها. وابدأي بقى بصي امرتي جامد جدا جدا جدا. بجد الخلطة دي بتدي طعم حلو جدا لصينية البطاطس والكوسة، وبتتاكل بتكون بجد حلوة قوي. اكيد اللي جربها هيبقى عارف ان انا كلامي صح. وتقريبا هي هتبقى مهما تكون الحاجة غليت فهي تقريبا هتبقى ارخص اكلة يعني. هنبدأ ان احنا نحشي الكوسة بتاعتنا والبطاطس زي ما انتوا شايفين كده. حشينا الصينية بتاعتنا طلع حلو قوي. بعد كده هنبدأ ننزل عليها بعصير الطماطم بتاعنا. احنا ضاربين الطماطم ومصفيينها، وهننزل عليها بالعصير ونروح نولع عليها على النار. بعد ما تخلص هندخلها تاخد وش في الفرن تحت الشواية. تطلع حلوة جدا 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 وطعمها جميل. اتمنى ان اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك، فعلوا جرس القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. ومستنيه تعليقاتكم الجميله اللي بتديني دافع لقدام. ويا رب تكون وصفتنا النهارده سهله وسريعه. ويا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.